مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم مشاهير تزاد. اليوم جيناكم بأجواء من حفل زفاف في وسط الفن الجزائري، زفاف النجمة ليليان بركون بطلة مسلسل بنت البلاد الذي أقيم وسط أجواء راقية ومميزة حضرها عدد كبير من الفنانين الجزائريين. ليليان بركون شاركت متابعيها على حسابها في الانستغرام ريز من تصويرتها الأسطورية جمعت فيها بين الأناقة الفخامة والتنوع في الإطلالات. بدأت أولا بإطلالة تقليدية راقية بالزي القبائلي المطرز بألوان زاهية وإكسسوارات أمازيغية أصيلة، ثم أطلت بالقفطان الأزرق الفخم بتطريزات جزائرية راقية أقل ما يقال عنه رائعة، ثم أطلت بالكراك والعصمي الذهبي الذي أبرز فخامتها، ثم خطفت الأنظار بساري هندي ملون مع رقصة هندية خفيفة أضافت لمسة فنية جميلة، كما ظهرت في صوب صواغي في السهرة واختتمت تصديرتها بإطلالة ملكية بغوب بلونش. أما تسريحة الشعر والمكياج فكانت غاية في الأناقة والبساطة، أبرز ملامحها الطبيعية وجمالها الناعم. من حيث التنظيم الحفل كان مميز بكل التفاصيل، من أجواء الموسيقية التي أشغلتها دي جي ديا والمغنية منال حدلي إلى الحضور من الساحة الفنية، منهم الممثلة شيماء عطلة، كنزة موشوش، إشراق برتيلي، بطلات بنت البلاد اللواتي زدن الحفلة جمالا. أما المائدة فكانت جزائرية تقليدية راقية، شوربة، سلطة، حميص ومقبلات وغيرها من الأطباق المميزة التي عكست كرم الضيوف الجزائريين. ليليان بركون أثبتت من جديد أن الأناقة الجزائرية لا مثيل لها سواء في اللباس أو الأجواء أو التفاصيل. نتمنى لها حياة جديدة زوجية سعيدة مليئة بالحب والنجاح. وبهذا نكون قد أنهينا موضوع اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إلى اللقاء في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه.